مرحبا بكم في هذه القراءة التحليلية الجديدة. اليوم سنغوص معا في وثيقة تعتبر بحق من أكثر النصوص السياسية كثافة وتأثيرا في التاريخ الحديث، وهي التقرير الأيديولوجي الذي صاغه عمر بن جلون للمؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في عام 1975. كيف حاولت وثيقة واحدة أن ترسم خريطة طريق كاملة لمستقبل أمة؟ في هذا العرض سنقوم بتفكيك هذا المخطط السياسي بأسلوب محايد تماما. هدفنا ببساطة هو فهم الرؤية الاستراتيجية والأعمدة الثلاثة التي استند إليها هذا التقرير، مع الحفاظ التام على الحقائق كما وردت في المصدر نصا وروحا. دعونا نبدأ. مسارنا اليوم واضح ومباشر. سنبدأ بسياق المؤتمر، ثم ننتقل إلى الركيزة الأولى حول الرؤية الاستراتيجية، تليها الركيزة الثانية عن الاشتراكية العلمية، ثم الركيزة الثالثة التي تربط التحرر بالتنمية، وأخيراً سنختم بالتخطيط والقوة الذاتية للنضال. حسناً، القسم الأول سياق المؤتمر، التجمع الاستثنائي لعام 1975. لكي نفهم هذا التقرير حقا علينا أن نعيش ولو قليلا التوتر الذي سبق ولادته. الأحداث الكبرى لا تأتي من فراغ، أليس كذلك؟ هذا التقرير انطلق من خلفية عقود من مقاومة الفلاحين والعمال خلال عهد الحماية، ثم نصل إلى نقطة مفصلية، استقلال عام 1956. وهنا تجادل الوثيقة بأن هذه الحقبة لم تجلب التحرر الفعلي، بل قدمت حلولا عززت هياكل ما يسميه النص بالاستعمار الجديد. هذا التراكم من التوترات قادنا إلى أحداث مارس 1973 السياسية التي انتهت بسجن مئات المناضلين. وفي خضم هذه الأجواء المشحونة والظروف الاستثنائية عقد مؤتمر يناير 1975 بهدف واحد واضح: حسم وتوضيح الرؤية الأيديولوجية للحركة بشكل لا لبس فيه. المثير للاهتمام هنا هو أن النص لا يكتفي بسرد المشاكل وتشخيصها، بل يضع إصبعه مباشرة على محركات التغيير. لقد حدد التقرير 3 فئات ديمغرافية رئيسية تشكل الأساس: الفلاح الذي حارب جيوش الاحتلال لربع قرن، والعامل الذي حمل السلاح ضد الاستعمار، والشباب الذي يشكل القوة الحالية الرافضة للحلول السطحية، سواء كانت عبر الانغلاق الماضي أو التقليد الأعمى للنماذج الأجنبية. من وجهة نظر التقرير، هذه الفئات الثلاث هي القوة الدافعة الحقيقية لأي تحرر. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، الركيزة الأولى، وهي الرؤية الاستراتيجية وتحديد الصراع الاجتماعي والسياسي. في هذه المرحلة يعقد التقرير مقارنة حاسمة جدا. من جهة يوجه انتقادا لاذعا للسياسات الرسمية التي عرفت آنذاك بالمغربة، مجادلا بأنها مجرد سياسات تبقي على هياكل الاستعمار الجديد وتزيد من ثراء أقلية محددة وتترك الاقتصاد بالكامل تحت رحمة السوق الدولية. وفي المقابل يطرح مفهوم التحرر الحقيقي. ما هو هذا التحرر؟ إنه تغيير بنيوي جذري يطمح لإلغاء تلك الهياكل عبر الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، بحيث يتحول جهاز الدولة من أداة استغلال إلى خادم حقيقي لمصالح الطبقات العاملة. ولفهم عمق هذا النقد يجب أن نقف لحظة عند مفهوم مهم جدا في النص: الاغتراب. دعونا نضع جانبا المعنى النفسي أو الفردي الذي يتبادر إلى الذهن عادة. في هذا السياق الاغتراب يصف حالة أمة بأكملها، أمة تفتقر لقرارها الحر في سياستها الخارجية، وتبقى مقيدة بتبعية اقتصادية خانقة للأسواق الدولية، حتى وإن كان لديها استقلال سياسي على الورق. يرى النص أن السياسات المتبعة حينها كانت مجرد تمديد لحالة الاغتراب هذه. نصل الآن إلى القسم الثالث، الركيزة الثانية، الاشتراكية العلمية كمنهجية وليست كعقيدة جامدة. هذا يضعنا مباشرة أمام تساؤل تاريخي ضخم، تساؤل واجهته العديد من حركات التحرر: كيف يمكن تكييف نظرية سياسية عالمية مع واقع اجتماعي وسياسي محلي، وتحديدا في مغرب السبعينيات؟ الإجابة التي يقدمها التقرير تأتي براغماتية وعملية بشكل لافت. الاشتراكية العلمية هنا ليست قوالب جاهزة للنسخ، وليست فلسفة جامدة يجب تطبيقها بحذافيرها. على العكس تماما، يعرفها التقرير كأداة تحليلية مرنة، أداة تعتمد على الحقائق الملموسة في الميدان. النص يرفض بشكل قاطع مجرد استيراد الاقتباسات أو الاستنساخ الحرفي لتجارب أوروبية نشأت في سياقات تاريخية مختلفة كليا. وهنا نصل إلى نقطة كانت تعتبر في غاية الجرأة لسبعينيات القرن العشرين. التقرير يؤكد بوضوح أن هذا المنهج التحليلي لا يتعارض أبدا مع التقاليد الأصيلة والمبادئ التقدمية للحضارة العربية الإسلامية، بل على العكس يتكامل معها عضويا.
من خلال هذا الطرح الجريء ترفض الوثيقة مسارين متناقضين، ترفض الانغلاق الرجعي وفي نفس الوقت ترفض التقليد الأجنبي المجرد، لتؤسس لرؤية منبثقة من التراث المحلي وموجهة نحو المستقبل. القسم الرابع، الركيزة الثالثة، وهي التحرر والتنمية وارتباطهما الجدلي مع الديمقراطية. كيف نصل إذن إلى الاستقلال التنموي المنشود؟ التقرير يضع أمامنا معادلة دقيقة. الخطوة الأولى إنشاء صناعة أساسية لتكون محرك الاقتصاد. الثانية سيطرة الدولة على التجارة الخارجية. الثالثة تراكم الثروة عبر جهد وطني ضخم وتضحيات كبرى. ولكن هل يمكن أن نطلب من الجماهير التضحية هكذا بكل بساطة؟ بالطبع لا. وهنا تأتي الخطوة الرابعة والحاسمة، ديمقراطية التعبئة. الفكرة هنا هي أنه لا يمكن للتصنيع المستقل أن ينجح دون مشاركة ديمقراطية حقيقية في صنع القرار، لكي تتفهم الجماهير حجم التحدي وتقبل طوعا بهذه التضحيات. ولتحقيق كل ما سبق، ينتقل التقرير لنقد بنية الدولة نفسها بجرأة شديدة، فهو يرى أن جهاز الدولة بشكله الاستعماري الجديد آنذاك كان ينظم التخلف بنشاط. وللخروج من هذا المأزق، يرى النص أن الديمقراطية لا يجب أن تظل مجرد واجهة شكلية، بل يجب أن تندمج مؤسساتها في نسيج المجتمع كأدوات فعلية للتنمية. وما يلفت الانتباه بقوة هنا هو رفض الوثيقة الصريحة لشعارات كلاسيكية ضخمة مثل ديكتاتورية البروليتاريا. لماذا؟ ببساطة لأنهم اعتبروها غير منطقية لدولة ما زالت في مرحلة بناء الصناعة لخلق طبقة عاملة من الأساس. هذا يجسد حقا رفضهم المطلق للنسخ الأعمى للنماذج الأجنبية. وصلنا الآن إلى القسم الخامس والأخير، التخطيط والخاتمة والقوة الذاتية للنضال. ما هو الهدف النهائي من كل هذا الجهد والتنظير؟ الغاية لم تكن مجرد خطط اقتصادية جافة، بل بناء مجتمع وحضارة تتوافق بصدق تام مع الخصوصية العميقة للشعب. الهدف الجوهري هو التحرر مما يصفه التقرير بالاستغلال المزدوج، وهذا مفهوم شديد الأهمية، فهو لا يعني فقط إنهاء الاستغلال الاقتصادي والمادي الملموس، بل يسير بالتوازي مع إنهاء النهب الثقافي والحضاري لهوية الأمة. وإلى جانب كل هذا التحليل العلمي الصارم والمعادلات الاقتصادية، يبرز عنصر إنساني يعطي لهذه الرؤية نبضها الحقيقي، ألا وهو الجانب الذاتي. النظريات مهما كانت دقيقة لا يمكن أن تصمد وحدها، يجب أن يسندها الوفاء الصادق للمبادئ وقيم الأخوة والتضامن الإنساني الذي يمنع التخلي عن رفاق المسار مهما اشتدت العواصف وتغيرت الظروف. إنه توازن ملهم يذكرنا بأن التحليل الموضوعي يحتاج دوما للروح الإنسانية لكي يستمر. وفي النهاية تتركنا هذه الوثيقة التاريخية العميقة أمام تساؤل كبير ومفتوح: كيف يتردد صدى هذه الأفكار اليوم ونحن في القرن ال21؟ إن محاولة تكييف النظريات العالمية مع الحقائق المحلية شديدة التعقيد لمرحلة ما بعد الاستعمار والنضال المستمر لخلق توازن بين الحفاظ على هويتنا المحلية ومواجهة الضغوط الهائلة للأنظمة الاقتصادية العالمية المعولمة هي كلها تحديات لم تفقد راهنيتها أبداً. إنها بكل تأكيد دعوة مفتوحة لنا جميعاً للتأمل في كيف يمكن لمجتمعاتنا المعاصرة أن تستفيد من هذه الرؤى الاستراتيجية. شكراً لمرافقتنا في هذه القراءة التحليلية.